7 سنوات. There'll be no more dinner for Johnny, I'm afraid. اهلا شباب. النهارده وبعد 7 سنين الموسم السابع نزل من جامبل، وبعد القاء نظر عليه كان موسم سيء واقل من العادي نوعا ما، ولكن النهارده جاي لك هنحلل ونلخص ونشرح الحلقات كلها، ويمكن يطلع موسم جيد وفي حاجات حلوه. في الفيديو ده هنشوف الحلقه الاولى بس ونبني عليها باقي الموسم، فقبل البدء ما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. الحلقه بعنوان البرجر، وبيبدا بالمشهد اللي شفناه في اول تريلر نزل، وهو مشهد استيقاظهم، وبيقول داروين لجامبل انهم اتاخروا 7 سنين، الرقم كبير جدا بجد. المهم بينزل بتريلر البدايه، واللي انا حاسه غريب قوي وسبب مقنع ليه سموه عالم جامبل المدهش الغريب. اللي بلاحظه في التريلر هو التشويش اللي بيحصل في الانتقال بين المشاهد، وده لو دل على شيء فاكيد الفراغ وروب والكلام الفاضي ده، بس مش هنقول اي نظريات دلوقتي، خلينا نتعمق شويه في الموسم. المهم في بدايه الحلقه بنشوف جامبل وداروين وبيكونوا في المدرسه، وبنشوف الانسه سيميون وبتكون بتشرح للطلاب خطوره الطعام الغير صحي زي البرجر، ومستر سمول بيكون لابس زي قلب، وبتبدا الانسه سيميون تشرح عليه عملي واللي هيحصل لو كلت برجر، وحرفيا بتفشخه. واللي استغربته ان دم مستر سمول عباره عن الوان، لو تفتكر في حلقه اللعبه لما المدرسه كلها كانت زومبي وكانوا بيطلعوا حاجه اشبه بالدم بس بلون قوس قزح. No running in the halls. كده عرفنا انه دم عادي بس مغيرين شكله عشان الاطفال، او دم سكان إلمور عباره عن قوس قزح. المهم خلينا نكمل. الانسه سيميون بتقول للمستر سمول انت كويس، فمش بيرد عليها اصلا، وداروين بيكون مرعوب من اللي هيحصل لو اكلوا اكل غير صحي، فجامبل بيقول له يلا نروح ناكل، وبيرجع البيت. جامبل بيدور على حاجه في التلاجة علشان ياكلها بس كلهم اكل غير صحي، وداروين بيمنعه ياخده، وبيجي ريتشارد من بره وبيكون معاه برجر بس داروين بيرميه بره خالص، وبسبب كده بتحصل كذا حادثه حتى طياره بتسقط على ريتشارد، وداروين بيتاكد من خطوره البرجر. بس انا عندي ملحوظه ان شايف لحد دلوقتي ان الاحداث اوفر شويه وعشوائيه جدا، بس خلينا نكمل. جامبل بيكون جعان جدا، وداروين بيقول له ان لازم ياكلوا اكل صحي، ولكن بتكون اعلانات البرجر في كل مكان وبيكون منتشر بشكل كبير. طب اشمعنى البرجر ده هو اللي منتشر وكأن الناس مدمنه عليه؟ وبيروح جامبل عند محل البرجر بس داروين بياخده وبيخليه يروح الناحيه الثانيه وهو محل طعام صحي. في الاول جامبل بيرفض وبيقولوا انه هيبقى شبه الممثلين المنافقين، وخلينا نوقف هنا شويه ونتكلم عن الموسم الجديد سريعا كده، وما تقلقش في تحليل كامل عنه. المهم الموسم عباره عن 20 حلقه، اللي لاحظته في الموسم انه مخلي الشخصيات الثانويه تلعب دور اكبر في الحلقات العاديه، وكل حلقه فيها اكتر من 3 شخصيات ثانويه وبتكون بتتمحور عنهم الحلقه. وطلع مؤلف عالم جامبل في لقاء تلفزيوني واتكلم عن فيلم عالم جامبل اللي الكل مستنيه، وبيقول ان الموسم الجديد ده كان عباره عن جزء من مشروع اكبر واللي هو الفيلم اللي اتاجل بشكل مؤقت خلال فتره العمل على الموسم الجديد، ورجعنا دلوقتي نشتغل عليه تاني. والموسم ده فريق جامبل عمله كشيء مثل الانعاش للسلسله وازاله التراب من عليها، وبيقول محدش عارف الفتره اللي استغرقوها علشان يخلصوه. ولما بيتسال على الاشرار في السلسله هل هيكون في اشرار فعلا او اشرار جداد، فبيقول لا بس هيحلوا تلك النهايه المشوقه اللي الكل مستنيها ويريحوا الناس. وفي خبر حلو وخبر وحش، خلينا نبدا بالحلو، ان في حلقه مخصصه لروب في الموسم الثاني بتشرح اللي حصل معاه بالظبط من وقت ما سقط في الفراغ في الحلقه الاخيره من الموسم السادس وازاي هيطلع منه. والخبر الوحش ان الحلقه دي هتكون الاخيره في الموسم الثاني. هتقول لي ايه المشكله ما الموسم نزل اصلا، بس احب اقول لك ان الموسم الثاني ده مقسوم نصين، الاول اللي هو نزل ده وهو مكون من 20 حلقه، والجزء الثاني هيكون السنه الجايه، فبرضه مش هنعرف اللي حصل لروب غير السنه الجايه. ولما تسال المؤلف عن اكتر حلقه عجبته في المسلسل كله قال انها الحلقه الختاميه للموسم اللي هتكمل احداث الموسم السادس وروب لما كان في الفراغ، وانها حلقه مميزه جدا وهيدي الجمهور ما يستحقه فعلا. واللي من الواضح ان الحلقه دي فعلا هتكون شيء مميز، ولكن من رايي وتوقعي ان الحلقه دي برضه مش هتكمل كل الاحداث، واكيد هيشيلوا باقي الحاجات والتساؤلات للفيلم، واكيد هم حاطينها في الاخر عشان كده وهتكون افضل حلقه. بس الفكره احنا لسه هنستنى السنه الجايه. انت عارف انا بقى عندي كام سنه دلوقتي وانا مستنى الحلقه دي. وخلينا نتكلم شويه عن الغلبان روب اللي اتعذب معانا طول السلسله من اول ما كان بيتم تجاهله لحد ما اتنسى في الفراغ وشكله اتشوه تماما، وحتى لما حاول ينقذ المدينه محدش اهتم ليه. You don't remember me at all, do you? And this is just some hollow promise. Yeah! Thanks, Rich! So good at this! Jumping! It was one of the world's mistakes. It's Molly's treehouse. A nobody. But now you've given me a part to play in the world. Oh, now you remember my name. I was gonna say you're under arrest. Oh, yes, that makes more sense. Your choices. Live in ignorance about what's gonna happen here. I think that's quite it. Escape into the other place when this world... Oh no, it started. وبصراحة أنا شايف إن روب ضحية المجتمع،
وهو اصلا مش شرير، بس الناس اللي عملوه كده. ولما راح الفراغ مره تانية اتنسى ومحدش افتكره نهائي، واعتقد ان روبي يستحق نهايه سعيده بعد كل المعاناه اللي مر بيها دي. وخلينا نكمل بقى كلامنا عن الموسم في الاخر، ونكمل دلوقتي بقى احداث الحلقه الاولى. بعد ما جامبل وداروين راحوا لمحل الاكل الصحي، بيخشوا المحل وبيبقى عباره عن محل البرجر بس الناحيه التانية. ولاري بيغير هدومه عشان يعرف يبيع لهم، ولاري بيقول لهم عايزين ايه، فبيطلب طبقين سلطه. فلاري بيجيب برجر ويقطعه ويقدمه على اساس انه سلطه. فداروين بيقول له انت عبيط يا اسطى، انت شايفني غبي يعني، فاكرني جامبل ولا ايه؟ وجامبل زي الغبي بيكون هياكل، بس داروين بيمنعه. ولاري بيقول له ده اللي موجود عندنا. فبيطلع بره المحل وجامبل بيكون جعان جدا لدرجه ان صوت بطنه بيعمل زلزال، وبيروح السوبر ماركت علشان يجيبوا طلبات ويعملوا هم الاكل في البيت. بس كل الاكل اللي بيختاره جامبل داروين بيحوشه وبيروحوا يجيبوا اكل صحي، بس وهم بيحاسبوا عليه بيكون غالي جدا ومش بيعرفوا يشتروا غير واحده افوكاتو. ولما بيطلعوا بره مش بتكمل وبتبوظ بسرعه ومش بيعرفوا يعملوا ايه في اكلهم. فداروين بيقترح انهم يزرعوا، فبيدوروا في الزباله على حبوب علشان يزرعوها، وفعلا بيلاقوا وبيروحوا البيت يزرعوا. وبتعدي فتره لحد ما يعرفوا يطلعوا المحصول، واول ما بيروحوا ياكلوا منه بيجي لاري وبيحرق كل المحصول، والسبب انه مدير له حقوق الطبع والنشر بتاعه الحبوب. فداروين بيكون عايز يعرف رئيسه لان ليه كل حقوق الاكل والمطاعم في إلمور، وبيكون اسمه السيد بيلدر برجر. وجامبل بيقول له عايز اقابله، فلاري بيديله عنوانه بس بيقول له انه مستحيل اصلا يوصل له. بنروح لمدير لاري اللي بيكون بخيل جدا، وبيجي جامبل وداروين بعد ما عدوا بصعوبه من الحراس، وبيكون لاري لابس لبس موظفه علشان المدير بتاعه بيوفر لانه بيدي الموظفات مرتب اقل. المهم بيلف الكرسي ولكن مش بيكون في حد، وبيطلع السيد بيلدر برجر عباره عن برجر فعلا. وبيسالوه عن سبب انه مش بيخلي حد ياكل اكل صحي في إلمور خالص ليه، وبيفهمهم انه علشان يعرف يكسب من الناس اللي دخلهم متوسط. ولو عايز اكل صحي علشان خايف على نفسك اشتري الاكل الغالي واللي الكل هيضطر يشتريه بعد ما صحتهم تتدهور. وجامبل بيفقد الامل في المجتمع وان الكل مجرد اغبياء عايشين تحت سلطه اصحاب الشركات. وبيسالوا طب هم ياكلوا ايه دلوقتي لانهم جعانين جدا. فلاري بيشاور على السيد بيلدر برجر اللي بينتهي بالمطاف وهو متاكل. ودي نهايه الحلقه اللي اداها بصراحه تقييم 5 من 10. احداث عشوائيه وما عجبتنيش بصراحه. المهم خلينا نكمل بقى كلامنا عن الموسم الغريب ده اللي زي ما قلت عشوائي جدا، وخلال 20 حلقه دول ما شفتش اي تلميح مباشر على الفراغ غير في حلقه الملل اللي جابوا فيها مولي، واللي كان باين جدا التشوهات اللي حصلت ليها من بعد ما كانت في الفراغ بسبب انها تعتبر غلطه ولا قيمه لها في الكرتون. وهي اعترفت بكونها ممله جدا وبتروح لجامبل وداروين وبتطلب منهم المساعده عشان تخلي سردها للقصص مش ممل. ولكن اول ما بتبدا تتكلم الوقت بيكون بطيء بشكل تلقائي، وجامبل وداروين بيفكروا انهم يستغلوا الموضوع ده ويبطئوا الوقت، وبيعملوا خدع كتير في الناس. القدره دي بتكون مميزه جدا عند مولي، بس هي هل بسببها راحت الفراغ ولا اكتسبت القوه دي بسبب انها قعدت في الفراغ فتره، او في سبب تاني؟ وجامبل وداروين بيعرفوا هم كمان يبطئوا الوقت لما بيتكلموا مع مولي بطريقه ممله. بس هل هم كمان اكتسبوا قوه خارقه من الفراغ؟ لانهم راحوا اكتر من مره طبعا. ولما نوصل لتحليل الحلقه دي هنعرف كل حاجه بالتفصيل وحلل الموسم كامل ونطلع منه كل الخبايا. يا قمر لو في 2 منك هيكونوا 2 قمرات، يا قمر لو في 3 منك هيكونوا الأهرامات، لو في 4 منك أنا أحب 4 مرات، ويا نجمة. وبس كده دي نهايه الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.